السلام عليكم، معاكم انس مصطفى، والنهارده معانا قاعده سهله جدا وبسيطه في نطق الانجليزي هخليك ان شاء الله تنطق انجليزي صح. مهما كان مستواك في الانجليزي هخليك ان شاء الله تنطق انجليزي وتقرا صح انت واولادك في الانجليزي. فبعد اذنك دلوقتي هات اولادك الصغيرين خليهم يتفرجوا معاك دلوقتي على الفيديو، وقول لهم بعد اذنكم كده رددوا وقولوا معايا كل حاجه بقول لكم عليها عشان تستفيدوا صح، وكمان عشان تتقنوا كل حاجه بنتعلمها النهارده. لو انت عايز تنطق انجليزي صح احفظ كده مقاطع، احفظ نطق المقاطع في الانجليزي عشان تعرف بعد كده تنطق المقاطع دي صح لما تلاقيها عندك في الكلمه. فالنهارده عندنا مقطع سهل جدا وبسيط وهو المقطع ده. المقطع ده اسمه ايه؟ اسمه 8. بص 8، عارف حرف الاي؟ كانك عارف عندك حرف الاي في الانجليزي ده A. قول معايا A، وبعد كده ضيف له بقى حرف التي، يبقى الاي مع حرف التي بقول 8. بص 8، بعد اذنك ردد معايا قول بص 8. بص 8 برافو عليك. فده المقطع اسمه 8. وبالمناسبه كلمه 8 معناها كل، حد كل يعني، دي الماضي من الفعل eat. عندنا فعل اسمه eat الماضي بتاعه اسمه 8. لو عندك كلمه في الانجليزي منتهيه بالاي تي اي انطق المقطع ده كده 8. يبقى المقطع كله لما تلاقيه في اخر كلمه في الانجليزي انطقه 8. تعالى مع بعض نشوف امثله. اول كلمه عندنا الكلمه دي اسمها ايه؟ اسمها بص date. بص date معناها تاريخ. الكلمه اللي بعد كده بص hate. كلمه hate معناها يكره، تكره حد معين. تالت كلمه عندنا والكلمه دي اسمها بص mate. كلمة mate معناها صديق أو رفيق ليك. الكلمة اللي بعد كده الكلمة دي اسمها إيه؟ اسمها بص gate. كلمة gate معناها بوابة. الكلمة اللي بعد كده الكلمة دي اسمها إيه؟ بص rate. كلمة rate معناها نسبة معينة لحاجة. وآخر حاجة عندنا الكلمة دي اسمها إيه؟ بص state. كلمة state معناها دولة أو ولاية. فعندك هنا الكلمات دي كلها بتنتهي بالمقطع اللي اسمه إيه؟ اسمه 8. فلو عندك كلمة بتنتهي بالA T E هتنطق المقطع ده إيه؟ 8. زي كلمة date، قول معايا hate mate gate rate وستيت. هقول لك دلوقتي على كلمه سهله جدا وبسيطه، وعايزك بقى تقول لي ازاي انطقها صح في الانجليزي، وبعد كده سجل نطقها صح بصوتك في الانجليزي وابعتها لي على الواتساب. هتلاقي اللينك بتاع الجروب بتاعنا اللي احنا بنمارس عليه النطق في اول تعليق تحت. ابعت لي عليه نطقك بالانجليزي وانا هسمعها واصححها لك. الكلمه هي بقى ايه؟ الكلمه دي هنطقها ازاي؟ قول لي بقى الكلمه دي اهيت كلمه سهله وبسيطه، قول لي بقى ايه هنطقها ازاي. ولو حابين نعمل لكم فيديوهات تانية عن النطق في الانجليزي اكتبوا لنا بس في التعليقات كلمه تم، وهعمل لكم فيديوهات تانية كتير جدا عن ازاي تنطقوا صح انتم واولادكم في الانجليزي. وان شاء الله استنونا يوم 17/7 الساعه 7. 17/7 الساعه 7 استنونا. عاملين لكم ان شاء الله مفاجاه حلوه جدا هتساعدكم ان شاء الله كلكم ان انتوا تعلموا انجليزي وتحل لكم كل مشاكلكم مع اللغه الانجليزيه. شكرا ليكم، كان معاكم مستر انس مصطفى، واشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد. سلام.